صباح الخير. هنعمل القرص الفلاحي الخطيرة دي، القرص الطرية. هنعملها بالسمنة البلدي، حلوة جدا وهتعجبكم قوي. وهنبدأ دلوقتي مع بعض بالمقادير. ممكن بقى تحفظيها في الفريزر، تاخديها الصبح مع كوباية الشاي. معانا نص كوباية مية فترة، هحط عليها 3 معالق سكر كده كبار، وهحط عليها 1.5 معلقة خميرة. هحطهم كده وهقلبهم كويس، وهنسيب الخميرة لغاية لما تختمر شوية. وهنجهز معانا بقى بقية المكونات. معانا كيلو دقيق مخبوزات منخول طبعا، وهنحط عليه نص معلقة ملح صغيرة. معانا السمنة، هنحط الأول 3 معالق لبن بودر، معلقة كبيرة بيكنج باودر. معانا السمنة البلدي، دي هنسيحها في الميكروويف تكون فترة. بس عندك سمنة وزيت مع بعض مفيش مشكلة، بس السمنة البلدي بتديها ريحة حلوة قوي. هحط معاها لبن رايب، أنا عاملاه في البيت، يعني غليت اللبن وسيبته قعد يوم لغاية بره التلاجة لغايه ما عمل روب كده. دي كوبايه هحطها كلها، وهخلي ونص كوبايه تاني، يعني هو كوبايه ونص المقدار كله. معانا 3 معالق كده قشطه بلدي اللي هي وش اللبن كبار. هحط كل المكونات كده على بعض، هقلبهم كده الاول، وبعدين هعجنها بقى كلها العجينه على بعض معاها الخميرة. احط بقى الخميرة وكل المكونات مع بعض، نقلبها كده لغاية لما العجينة تبقى في ايديكي طرية، تعجنيها شوية. احط بقية اللبن الرايب. لو مش متوفر اللبن الرايب ممكن تحطي زبادي ولبن. بصي العجينة لما عجنتها بقت عاملة طرية قوي، عاملة زي اللبانة كده في ايديا. كل ما تكون العجينة طرية قوي كده بتلزق شوية، كل ما تكون القرص نفسها طرية ما تبقاش ناشفة. وده سر من اسرار القرص، ان هي لما تكوني عايزاها طريه تخلي العجينه طريه قوي في ايديك. هنغطيها طبعا تختمر حوالي نص ساعه، الجو حر مش هتقعد اكتر من كده. بصوا العجينه اقل من نص ساعه اختمرت قوي ما شاء الله وبقت عاليه. هندوس عليها كده، نضغط عليها كده من النص، وهنلم كده العجينه من الجناب. بصوا طريه قوي ما شاء الله. هنعمل كور كده، كل عجينه كل كوره كده حوالي زي 40 جرام 50 جرام. لو انت حابه ان انت تقلليها عن كده يكون افضل، عشان اللي ياخد واحده ما تزيدش منه. بصوا هنكور كده كل العجينه، وبعدين نغطيها، وهنبدا ناخد من الاول اللي احنا عجناهم. هنعمل الاول قطعه من الملبن، اي حشو بقى انت عايزه تحشيه. انا هحشي شويه بالملبن وشويه بالعجوه. الملبن انا حطيت عليه كده زي نقطة ماء زهر، وبقلبه كويس الملبن. ومعايا عجوة برضو انا حاطه عليها قرفة. هنبدأ دلوقتي نجيب العجين الكور اللي انا عملتهم الاول، هبدأ ارجعهم تاني من الاول عشان بدأت العجينة ترتاح. فزي ما احنا شايفين كده بنفردها كويس ونبططها كده، تبططيها كده بصوابعك او على الكونتر، وبعدين هحطها في الصاج. طبعا انا مشغلة الفرن قبليها بحوالي 10 دقايق ربع ساعة. وهنعمل شوية بالحشو ده كده سادة، شوية هنعملهم بالملبن. تحطيها كده، وبعدين تلفي بقية العجينة، تاخدي من بره لجوه وتروحي لفاها كده وتبططيها حوالي تكون يعني زي سنتي، ما تكونش اكتر من كده عشان ما تبقاش يعني ناشفة او تنشف، وفي نفس الوقت ما تبقاش سميكة قوي لانها تختمر بترتفع شوية. حطينا كده برضو العجوة، عملنا شوية سادة وعملنا بالملبن وعملنا كده بالعجوة. هنحطهم كده في الصاج. هنحطه بقى في الفرن يكون سابق التسخين، بتحطيه بقى حوالي زي 10 دقايق ربع ساعة حسب درجة حرارة الفرن بتاعتك. وبعدين لو استوى من تحت ومن فوق لسه بتحطي بسيط قوي الشواية، فتقريبا من ربع ساعة لثلث ساعة. بصوا الشكل بتاعه، مش عايزة اقول ريحة البيت اتقلبت من السمنة، والريحة بتاعته حلوة جدا جدا، والطعم بتاعه خطير. بصوا بقى طري ازاي. هنفتح كده اللي معمولة بالملبن او اللي معمولة بالعجوة. بصوا والسادة بتحطيه بقى في الفريزر بعد ما بيبرد. طبعا انت بتطلعيه من الفرن على طول بتغطيه علشان ما ينشفش. مجرد ما يبرد بتحطيه في اكياس في الفريزر، وبعدين بتطلعيه اول باول وقت ما تكوني عايزة تاكلي منه، تشربيه بقى مع كوباية الشاي كده، وتطلعيه بتحطيه بقى في الميكروويف، او بتطلعيه هو بيفك
لوحده وبيبقى طعمه حلو جدا، بيبقى اكنك لسه عاملاه. يا ريت تجربوه بالطريقه دي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه ولايك وشير عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. والى اللقاء في فيديو جديد.